أهلا بكم في نباش التاريخ. يوم 4 مايو سنة 1872 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبر من مصر بيأكد أخبار كانت متداولة قبل كده بأن الحكومة بتفكر في افتداء جميع السندات المالية، وهنا المعنى أنها تلغي الديون اللي على التجار. وبيقول الخبر بأن فعلا في 24 مارس صدر إشعار من ناظر المالية للصرافين بأنهم يحضروا للقلعة علشان يحضروا إحراق السندات. وبيكمل الخبر بيقول ان الاخبار دي لما اتنشرت في البلد نزل سعر الاسقاط من 11 ل 12%. اللي مش عارف هو ايه بالظبط ويا ريت اللي يعرف يكتب لنا في كومنت. وبيكمل الخبر ان الصرافين لما حضروا تم اطلاعهم على السندات وبعد كده تم حرقها قدامهم، وكانت بتشمل 4 مليون ونص ليرة، ودول عبارة عن 112 مليون و500 ألف فرنك. الحدث ده خلاهم سعداء ومدحوا ناظر المالية بسبب همته وسداد تدبيره، وبمجرد رجوعهم من القصر نزل سعر الإسقاط ل 10%. وبعد كده بتذكر الصحيفة خبر تاني بيقول إن عمق الخليج من بورسعيد لمرسى السويس حوالي 8 متر ونص، وإن علشان يتنظف بيتكلف في السنة 825 ألف فرنك، وبيخرج طين حوالي 500 ألف مربع، والمصاريف اللي بتحتاجها الشركة في السنة هي 1,800,000 ألف فرنك. وإنه وصل عدد المراكب اللي مرت في الخليج سنة 1870 486 مركبة كانت حمولتها 435,911 طن. وفي سنة 1871 وصل عدد المراكب اللي مرت هناك 765 مركب حمولتها كانت 861,497 ألف طن. أما في شهر يناير وفبراير من السنة اللي بيتكتب فيها الخبر اللي هي سنة 1872 عدى 200 مركب وكانت حمولتهم 214,496 طن. أما بالنسبة لإيراد الشركة ففي سنة 1870 وصل الإيراد 5,159,327 فرنك. أما سنة 1871 وصل الإيراد 8,993,732 فرنك. أما الشهرين يناير وفبراير من سنة 1872 وصل الإيراد 2,517,504 فرنك. وبيختم الخبر إن ده دليل على ازدياد منفعة المصلحة دي اللي هي طبعا قناة السويس. في الآخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.